السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم عندي في قناتي كيف ديما مواضيع جديدة. اليوم ان شاء الله غنحط واحد الموضوع اللي هو موضوع كنت جا حطيته. يعني درت عليه فيديو غير هو. غادي نعاود نحط عليه هذا الفيديو هذا الموضوع هذا اللي هو موضوع ديال الورث اللي كيزيد في الوزن. كما قلت لكم كنت حطيت عليه فيديو قبل. لكن ملي حطيت هذاك الفيديو على الورث، يعني الاغلبيه ديال الناس ما عرفوش، الاغلبيه ديال الناس يعني حطوا لي تساؤلات كثيره في الخاص، يعني في التعليق. اشنا هو هذا الورث، شحال نديرو فيه، فين غنلقاوه، يعني بزاف ديال المسائل، وكاين اللي ما عرفوش كاع. حيت انا تكلمت عليه فقط، يعني حطيت واحد الصوره. كاين اللي ما شافهاش مزيان، ما عرفهاش مزيان، كاين اللي فاتها، كاين. دابا انا غادي نحط يعني هذا الموضوع هذا غادي نتكلم عليه، غادي نفسر، يعني غادي نفسر ونوضح بزاف ديال المسائل عليه. كما انني غادي نحط يعني صور، يعني غير فقط تفرجوا في الفيديو من الاول حتى الاخير. غادي نحط صور يعني توضيحيه باش تعرفوا اكثر هذا الورث فين كيكون. غير هو قبل ما نبدا ان شاء الله هذا الموضوع هذا، كنتمنى انكم تخليو لي لايك بالنسبه للمتتبعين ديالي. بالنسبه للناس الجدد، يعني المشاهدين الجدد، خليو لي اشتراك ولايك وتفعيل الجرس، وكنشكركم بزاف. غادي نبدا دابا، غادي ندخل الموضوع ان شاء الله. هذا الورث هذا اللي هو يعني عباره عن حجر اصفر. هذا الورث هذا اللي هو يعني بزاف ديال الناس كيقول لك فين كيكون، واش عند العطار، واش عند فين كيكون. هذا الورث هذا يعني ما تيكونش عند العطار هذا بتاتا. هذا الورث هذا يعني كاين عند الجزار، وماشي اي جزار غتلقى عنده هذا الورث هذا. يعني خصك تمشي لشي جزارة يعني اللي كبيرة، او تكون كتعرف شي جزار اللي هو افيكاس، اللي هو الثقة، يعني توصي عليه وإلا لقاه لانه صعيب تلقى هذا الورث هذا. آه وكاين من بعد الجزارة يعني اللي تيكذبوا على الناس. شحال من وحده انا شفتها عبر المواقع التواصل الاجتماعي، يعني كتقول لك انا مشيت عند الجزار وقال لي كاين وجابوا لي. يعني وانا راني كليتو وما دارش لي حتى شي حاجه. ملي كتجي تسولي كتلقاي بلي هذاك اللي جاب ليها يعني ماشي ورث. هذاك الشيء اللي جاب ليها بتاتا ماشي ورث. يعني كيكون عارفه هي ما عارفاش، كيعرفها ما عارفاش اشنا هو اصلا الورث، وكيضحك عليها وكيبيع ليها داك الورث بثمن خيالي. هي كتبغي غير باش تزاد في الوزن، يعني ماشي مشكل عندها، غتعطيه الفلوس. لكن هو كيكذب عليها، كيجيب ليها شحمه، او كيجيب لها شي ولسيسه اللي كتكون بيضه، كيقول لها هاد اللحيمه اللي هي بيضه راه هي الورث. لكن هو راه غير كذوب. هذيك اللحيمه ماشي هي الورث. هاد الورث هذا كما كنقول لكم راه حجر اصفر، ماشي لحيمه. راه يكذب عليكم الكذاب. ما عمركم تشوفوا عند شي جزار ويقول لكم راه هو هذا الورث وتقداو من عنده. راه الا ما كان حجيرات صفرين راه ماشي الورث. والورث راه ماشي لحمه، ماشي شحمه، ماشي ولسيسه. كاين اللي كيقول لك الجزار راه الورث كيكون في العنق، يعني في الرقبه ديال البقره. لكن هذا غير صحيح. ما كيكونش في العنقرة ديال البقرة. هذا الورث هذا كيكون جنب المرارة، كيكون واحد الغشاء يعني جنب المرارة. هذاك الغشاء هو اللي كيكون فيه هذا الحجر الاصفر. راه غادي نحط لكم دابا، غادي تشوفوا معايا تصاور، يعني توضيحيه كيفاش فين كيكون هذا الغشاء، وكيفاش كيكون هذا الحجر، وفاش واللون ديالو كيفاش داير. غير تبعوا معايا. وكاينين حتى عند الناس يعني كيكونوا عارفين اشنا هو الورث. الجزاره كيكونوا عارفين اشنا هو الورث، وكاينين الناس اللي كيغشوا فيه، كيمشيو يجيبوا شي حاجه، يعني شي حجيرات ولا شي حاجه، وكيصبغوهم بديك الصفوريه، وكيبيعوا على اساس انه هو الورث. لكن هذا الورث هذا راه صعيب باش يتلقى، يعني كيتلقى بالخصوص في يعني فصل الربيع. وكاين اللي كيلقى هاد الورث هذا في فصل الربيع وكيحتفظ به حتى كيبيعو، يعني ما كاين فيه حتى شي اشكال. غير هو يعني هاد الورث هذا كيكون غير في البقر،
يعني البقره اللي كتكون فايته 160 كيلو وكتكون ما والداش، هاد البقره هادي هي اللي كيتلقى فيها الورث. اما جميع البقر راه ما غاديش تلقى فيه الورث، ما غاديش تلقى فيه الورث. وعلاش في فصل الربيع؟ لان فصل الربيع البقره كتكون كتاكل الربيع، وهذاك الربيع تما فين كيتكون داك الورث. وملي كيذبحوها في المجزره كيلقاو فيها داك الغشاء، وهذاك الغشاء كتكون فيه ديك الصفوريه، وتما فين كيعرفوا باللي راه البقره فيها داك الورث. دابا غادي نوريكم ان شاء الله، غادي تشوفوا معايا يعني صور توضيحيه فين غادي نلقاو داك الغشاء. يعني بالنسبه لي تيسولوا الناس على فين بالضبط كيكون هذاك الورث او هذا الحجر ديال البقر فين تيكون. غادي تشوفوا معايا دابا ان شاء الله، ومن بعد ان شاء الله عاد غادي نوريكم يعني الطريقه ديال الاستعمال ديالو الا لقيتوه وبغيتو تستعملوه. دابا غادي ندوزو للصور. هاد الصوره هادي ديال البقره يعني ما فيهاش الورث، هذا غير فقط يعني هاد الغشاء اللي كيكون حدا المراره، هذا فاش كيكون هذاك الورث في هاد الغشاء هذا بالضبط. وهذا هو الورث اللي كيكون اصفر، يعني في هذاك الغشاء ملي كيتفتح كيلقاو فيه هاد الصفوريه هادي. يعني هاد الغشاء هذا ملي كيتفتح كتكون فيه هذيك الصفوريه، يعني داك كيكون فيه داك الحجر الاصفر. وهذا الحجر اللي كيتلقى في هذا الغشاء هو هذا، ها هو كما كتشوفوا معايا. هاد الحجيرات هادو يعني كيكونوا مهرسين صغار، كيكونوا في هذاك سميتو في هذاك الغشاء. هذا هو البرص الحقيقي اللي كيتستعمل في الزياده ديال الوزن، يعني هذا هو الاصلي ماشي المزور. يعني الا مشيتو عند الجزار وجاب لكم هذا، عرفوا راه هو الاصلي وهو الورث الحقيقي. اما الا جاب لكم الشحمه او السيسه او الحيمه وكيقول لكم هذه راه هذا هو الورث، راه غير كيكذب عليكم، يعني هذاك غنصب هذاك ماشي ورث. ما يعني ماشي اصلي وماشي حقيقي وما غيدير لكم والو، يعني واخا تاكلوه ما غيدير لكم حتى شي حاجه. يعني هو راه دقه بطله. يعني بالنسبه للناس اللي ما تيتزادوش في الوزن ديالهم، راه هاد الورث هذا راه حاجه اللي هي يعني كتغلظ حتى كتفيض. غير هو الانسان خاص ياكل فيه القياس ديالو باش ما يفيضش، يعني باش يوصل للوزن اللي بغا والقياس اللي بغا. مثلا الى لقى هاد الورث هذا غادي ياخد منه 5 غرام. 5 غرام ما يفوتهمش. غادي يشد هاد 5 غرام يعني بلا ما يطيبها، يعني بلا ما يديرها مع الدجاج. يعني كنت حطيت وصفه عليها، غنحط لكم دابا وصفه اللي هي اسهل واسهل بكثير. يعني غتاخد هاد الورث هذا غادي تدقو، يعني غادي تفرتو حتى يولي غبره هذيك 5 غرام، وغادي تشدها وديرها مع كاس ديال العسل الحر. يعني من الاحسن العسل يكون حر، وغادي تخلطو معاه وتخليه حتى يطلق مزيان في بعضياته، وتعاود تاني تخلطو وتاكل فيه او تاكلي فيه 2 معالق في النهار، يعني في الصباح وفي الليل ملي تبغي تنعسي. داومي عليها لمده اسبوع وغادي تشوفي الفرق. ديك الساعات غادي تبداي تشوفي راسك واش كتزادي ولا لا. غادي تحبسي حتى تشوفي راسك الا تزاديتي راه مزيان. يعني باش ما تفيضيش في الوزن خاصك يعني غير بشويه بشويه. عاد ديك الساعات يمكن لك تزيدي تاني داكشي اللي بقى في الكاس حتى تكمليه، وغادي تشوفي راسك ان شاء الله النتيجه كيفاش غتبان لك. غير هو يعني الاصلي راه من الاسبوع الاول الاسبوع الثاني كتبان النتيجه على مولاها، كتبان النتيجه. وهذه هي الطريقه الصحيحه اللي تزادوا بها. يعني الناس اللي داروا الورث الاصلي راه تزادوا في الوزن ديالهم الطبيعي، يعني غير وصلوا للوزن اللي بغاو صافي حبسوا ما بقاوش كملوا، ما بقاوش كملوا على داك يعني داك العسل. صافي غير كلاو، يعني كلاو هذوك داك القياس عفوا اللي بغاو وصافي وحبسوا. كنتمنى انني وضحت اكثر وفسرت اكثر للناس اللي كيسولوا على الطريقه ديال الورث وكيفاش داير الورث وفين كيتلقى هذا الورث. يعني انا حاولت نجاوبكم على هذه الاسئله كاملين، وكنتمنى ان هذا الفيديو ينال الاعجاب ديالكم. وان شاء الله مع فيديو اخر، وما واللي بغى يحط شي تعليق يحطوا مرحبا، اي استفسار اي حاجه غنجاوبكم عليها ان شاء الله. وما تنسونيش من اللايك والاشتراك
الناس الجدد، وكنشكركم بزاف بزاف. ان شاء الله.